طيب انا عندي سؤال بس قبل ما اتكلم عن الواقعة نفسها. هي القوانين دي حاجات موجودة؟ يعني انا مش راجل قانون، فيا ريت حد يوضح لي، ممكن ابقى انا مش عارف. القوانين بتاعت قيم الأسرة المصرية، التحريض على الفسق، دلوقتي بهدف الترند لتحقيق الارباح والمشاهدات زي ما احنا شايفين. فالقوانين دي حاجة انت بتمبروفايز فيها، دي حاجة انت بترتجل يعني وليدة اللحظة. يعني انت جبتهم قبضت عليهم عشان مش عاجبينك، وبعد كده طب يعني اكتب عندك يا ابني بهدف الترند وتحقيق الارباح. يعني هدف الترند لتحقيق الارباح والمشاهدات، ما دي حاجه مطاطيه. يعني دي انت ممكن تقبض بيها على 99% من صناع المحتوى بغض النظر بيعمل ايه. يعني عادي جدا ممكن يبقى واحد بيعمل محتوى في الكوره تقبض عليه تقول له لا انت بتتكلم في الكوره عايز تبقى ترند. يعني دي تهمه دلوقتي. زي موضوع قيم الاسره المصريه، قلنا يا جماعه بغض النظر انت شعورك ايه تجاه الناس دي، بس اشرح لي القانون. اشرح لي القانون. يعني انت دلوقتي الممثلين اللي في الافلام اللي هيعملوا حاجه خادشه للحياء هتقبض عليهم؟ ما انت بتقول لي قيم الاسره. دلوقتي الناس اللي في الشوارع او اللي بيبقوا بقى في المصايف او هتقبض لي على بتوع المايوهات واللي بيشرب الكحول على على البحر؟ ولا ما خلاص بقى، ما هي كده مفتوحه. ما هو تاني خلاص انت فتحتها لي ان اي حد بيعمل حاجه بقى كده اقبض عليه واقول لا اصل دي مش في قيمنا، لا مش متعودين عليها. لا مش متعودين ان في ولد بيعمل تاتوز اقبض عليه. لا مش متعودين ان في بنت بتلبس بيكيني اقبض عليها. مش متعودين ان في محلات فانت هتمشيها ازاي يعني؟ تاني مشكلتي دلوقتي مش في شعورك تجاه القانون. ايوه، ده هيطبق على مين وايه حيثيات القانون ده هنعرفها، فكلنا خلاص نتجنبها. فهنا دول بقى، الناس دول كانوا بيعملوا ترند تحاليل، بيحللوا حاجات اكل وميه وشرب والمنتجات اللي موجوده. اولا بيعملوا عليها بلور، ما بيقولوش اسم المنتج، فما ينفعش تتهمهم بالديفيميشن. ديفيميشن دي اللي هو ان انت بتسيء لسمعه حد بدون ادله. يعني هو لو طلع قال لك الشركه الفلانيه بتعمل كذا وانا حللت، دي تعرضك للمساءله القانونيه. ساعتها اللي هو انت قلت اسم الشركه بدون وجه حق. حتى لو حللت في معايير عشان اطلع اتهم شركه زي دي، انواع تحاليل معينه لازم تتعمل، لازم يبقى في اكتر من باتشايه، اكتر من عينه، لازم تتحلل في اماكن معينه تبع الدوله. لكن الناس دي كانت بتعمل بلور. فهل دلوقتي عشان احنا طبعا اصل احنا عارفين سوق الغذاء عندنا عامل ازاي، حاجه قذره جدا طبعا يعني، وبنبقى عارفين 80% من الحاجه مضروبه. والحاجات اللي بيكتب لك شوجر فري بيبقى فيها سكر، والحاجات اللي بيكتب لك جلوتين فري بيبقى فيها جلوتين. وانا عملت فيديو قبل كده عن السبلمنتس ان 90% من السبلمنتس اللي في مصر كلها مضروبه. والتحاليل اللي بتتعمل بتبقى على صحه المنتج، ان ما فيهوش حاجه بايظه، ما فيهوش حاجه فيها ميكروب، لكن كنوتريشنال فاكتس بتبقى مضروبه. فانت دول ماسكهم عشان تخوف الناس ان محدش يدعبس عشان حبايبك اللي عندهم منتجات. يعني انا عايز اعرف الناس دي مقبوض عليها ليه؟